نرحب بكم من جديد في برنامجكم أحداث الساعة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. طبعا في الحلقة الماضية كنا اتكلمنا عن موضوع تقسيم مصر وتقسيم الوطن العربي، وايه اللي يعني بنحاول من برنامجكم ان احنا نلقي الضوء على ايه قصة موضوع التقسيم. بس قبل طبعا ما نخش في موضوع التقسيم برحب بضيفنا الكريم الأستاذ أحمد فتحي. برحب بيك مرة تانية في برنامجكم أحداث الساعة على قناة مصر البلد. وكنا في الحلقة الماضية مرة ثالثة وكنا في الحلقة الماضية كنا بنتكلم عن موضوع تقسيم مصر. بس قبل ما نطلع لقصة تقسيم مصر، طبعا أعزائي المشاهدين بنعزي أنفسنا وبنعزي الشعب المصري العظيم في الحادث الأليم، حادث القطار. كل أسر المصريين في كل مكان، وبنعزي أهالينا في كل محافظات مصر، وبنقول يا رب المصابين يعني ربنا بنتمم لهم الشفاء العاجل، وبنطلبه من الله عز وجل. احمد بيه، طبعا موضوع القطار موضوع مش سهل، ويعني بيتكرر الاحداث متتاليه. انت شايف موضوع القطار ازاي قبل ما نخش في حلقتنا اليوم؟ هي طبعا باي شكل هي مأساة وكارثه، واكيد مش هتخرج عن اطار الاهمال. باي شكل مش هتخرج عن اطار الاهمال. يعني اطار الاهمال انت شايف اهمال فردي ولا بيبقى اهمال مزدوج حوالين المؤسسه اللي هي خاضعه لموضوع القطارات؟ لا، هو احنا ما نقدرش نقول ان في اهمال في مؤسسه اهمال فردي. ما ينفعش. اصل اي مؤسسه في الدنيا مبنيه على عده عوامل، وما ينفعش ان واحد ياخد قرار منفرد في مؤسسه. اصل ما هي الشركه دي مؤسسه، فأي مؤسسة بيكون ليها العوامل الخاصة بيها من شؤون قانونية للمراقبة، لمراقبة جودة، لمراقبة أداء، لأكتر من حاجة. فعلشان حادثة زي دي تحصل بالشكل المأساوي والفذ اللي احنا شفناه، فهو كارثة. كارثة. طب أستاذ أحمد، يعني يا ريت زمايلي في الإعداد يا جماعة يجيبوا لي فيديو او المقاطع اللي معانا من قصة موضوع القطارات على مستوى صعيد مصر بالاجمع. يعني زمايلي في الاعداد يحاولوا ان هم يعرضوا لنا المقاطع اللي معانا. طب يلا يا جماعة نطلع نشوف الفيديو مع بعضنا، علينا في كل محافظات مصر. تعالوا نطلع نشوف الفيديو. خلي بالك من السكه يا محمد. وده يا جماعه سواق القطر اهو وقف الدنيا كلها علشان يجيب ايه؟ علبة سجاير اهو، راح يركب القطر. يلا بينا، هوديكم في القاهرة اليوم وهفضحك يا دمنهور. طلع القطر
ده محسسني انها عجله. وقف في القطر عشان يمسك السجاير. طبعا. بيشتري خاص من العربيات. صوروا والله كلامك جاي. صوروا مصلحة على الفيسبوك. والله يتصور ويشتروه. صوروا احنا ورانا مصلحة. يا عم هو صور الدكتور اللي بيجيب خط كل مرة جديد. صوروا يا ريس، صوروا بصراحة. فيديو ما عادش مساحه. قول الراجل بيجيب عصير، الراجل بيجيب عصير. لا تروح يا جدعان، ايه القطر هيطلع يا رجاله. ايه ده هوب، ايه ده هوب. أعزائي المشاهدين، يعني انتوا حضراتكم شفتوا المقاطع اللي احنا عرضناها على حضراتكم، وشفنا سواق القطار وهو نازل يشتري خس، شفنا سواق القطار وهو نازل يشتري سجاير، شفنا سواق القطار وهو نازل يشتري طعميه، شفنا يعني مجموعه العمل داخل القطار المخدر والرأس ادى الى كارثه وصلنا لها اليوم، وفي يعني ناس كتيره اتأذت بسبب يعني الاهمال. احمد بيه برحب بيك بعد التقرير اللي احنا عرضناه. يا ريت تقدر تشرح لي من وجهه نظر حضرتك من المتسبب في جميع الحوادث اللي بتحصل في القطارات؟ هي الحادثه تحديدا اللي حصلت بتاعه قطار بورسعيد القاهره ما تخرجش عن 3 حاجات. اول حاجه، يقال اثناء التصريحات اللي صدرت من المسؤولين في وزاره النقل ان القطار بتاع بورسعيد طالع من المحطه وهو في عطله. تاني يا فندم لو سمحت عشان اعزائنا المشاهدين يبقوا مركزين معانا. يقال ان هذا القطار وهو طالع من محطه بورسعيد كان في عطله، وفي اثناء السير تعطل اكتر من مره. يعني وهو في طريقه الى اسكندريه تعطل اكثر من مره. اتفضل يا فندم. كويس، اتفضل يا فندم. في المره الاخيره وقف تقريبا تلت ساعه، في اخر مره وقف تلت ساعه، وبناء عليه حصلت الكارثه. طب يا فندم هنا لما بيقف ما بيبقاش فيه اشارات او تحويلات او اختارات؟ ما هو ده المفروض اللي يتم، يعني ده الطبيعي وده المفروض ان هو يتم. اول حاجه ان السواق بيخطر المسؤولين بيخترم مسؤول التحويله، مسؤول التحويله يبتدي يتصرف، بيحصل اي عمل او اي ترتيب من خلاله بيتم منع اي كارثه او اي مشكله ان هي تحصل. ففي الحادثه ديت ما تخرجش عن 3 اطارات. اول اطار ممكن السواق ما يكونش بلغ، ممكن يكون السواق بلغ والمسؤولين ما تحركوش، ممكن يكونوا المسؤولين يتحركوا وبتاع التحويله ممكن ما يكونش موجود او ما كانش موجود او لم يتلقى اي اخطار او تلقى الاخطار واهمل او اتاخر او حاجات كتير، ولكن هي ما تخرجش عن ال3 حاجات دول. اتفضل يا فندم. سواق، مسؤول التحويله. يعني اعزائنا المشاهدين وزير النقل قبل استقاله رئيس هيئه السكه الحديد. اعزائنا المشاهدين وزير النقل من خلال ساعات قبل استقاله رئيس هيئه السكه الحديد وتقريبا بعض من يعني القيادات داخل هيئه السكه الحديد. ليه احمد بيه يعني انت ليه يستقيل رئيس هيئه السكه الحديد؟ نعم، ليه يستقيل رئيس هيئه السكه الحديد؟ ليه يستقيل؟ اصل انا شايف في ازمه حصلت وفي كارثه حصلت وفي اصابات وفي وفيات. ما هي الكارثه هي دي تتحط تحت منظومه مين يا فندم؟ ما هي الكارثه ما تتحلش باستقاله. ما فيش كارثه تحل باستقاله. ما ينفعش ان كل كارثه تحصل يتم اقاله حد. النظام ده ما عادش هينفع. طب يا فندم يعني انت شايف لازم يتم محاسبه. طبعا ما ينفعش استقاله. في حاجه اسمها تحقيق، لان احنا عندنا النهارده في وفيات وفي اصابات موجوده النهارده في المستشفيات. دي جريمه قتل. دي مش حادثه، دي جريمه قتل. جريمه قتل طبعا، دي جريمه قتل وناس ماتت وناس اتصابت. دي جريمه قتل مكتمله الاركان. فما ينفعش نقول يتم استقاله مسؤول، لا، في حاجه اسمها محاسبه.
في حاجه اسمها قانون. يعني يا ريت يا اعزائي المشاهدين كما نرى ان هناك استقالات وهناك تقريبا بعض القيادات داخل هيئه السكه الحديد. يعني بنرجو من المسؤولين محاسبه كل مسؤول النهارده تقاعس عن اداء عمله، لان النهارده اصبح ان عندي كوارث بتتم، عندي اصابات، عندي حالات وفيات، عندي احزان بتتم في الاسر المصريه، وده قطار. يعني المسؤولين ثانيا ان اكيد مش هو المتسبب في هذه الحادثه، يعني مليون في المية. نعم. اصل اللي هو سواق القطر ولا هو عامل التحويله ولا هو سواق القطر التاني، نعم. فغالبا هو ملوش علاقه بالموضوع. يعني نتمنى ان يكون اخر الاحزان لاسر مصر، اسر المصريين في كل مكان. يا رب. احمد بيه، تعالى بقى نتطرق للحلقه الاساسيه، وهي كماله الحلقه الماضيه عن تقسيم الوطن العربي وبالاخص تقسيم مصر. حضرتك كنت في الحلقه السابقه كنا عرضنا بعض من الامور والانفرادات حوالين تقسيم الوطن العربي وتقسيم الدول المحيطه بجمهوريه مصر العربيه. انت شايف موضوع التقسيم، هل ما زلنا يعني هناك مؤامرات لمرحله التقسيم او عوده مرحله التقسيم؟ هو بالفعل يحاك ضدنا بعض المؤامرات ان لم تكن حقبه من المؤامرات بغيه التقسيم والتفتيت ومن ثم التدمير النهائي. وزي ما قلت لحضرتك في الحلقه اللي فاتت والحلقه اللي قبليها، طول ما فيه هذا الكيان المسمى بالكيان الصهيوني مغروس في قلب الشرق الاوسط بل في قلب الامه العربيه، مستحيل تنعم الامه العربيه لا بامن ولا بسلام. لماذا؟ لان هذا الكيان المدعو بالكيان الصهيوني او الدولة الاحتلال كلها عايشة على نبوءة قائمة على نبوءة. هذه النبوءة كما يدعون او يزعمون هي من النيل الى الفرات تقام دولة اسرائيل عليها. ومن خلال هذه النبوءة او بسبب هذه النبوءة تحاك المؤامرات، تصاغ المخططات، تدبر المكائد. ومن هنا نقدر نقول ان كل اللي احنا بنشوفه من ثورات ملونة، وزي ما حضرتك عرضت المرة اللي فاتت الفيديو بتاع كوندريزا رايس وهي بتعترف نصا وبتقول ان احنا اللي صنعنا الثورات. رئيس المخابرات الامريكية CIA جيمس ويلسي بيقول ان احنا لو قدرنا نخدع ونضحك على العرب والمسلمين وقدرنا ان احنا نحتلهم نقدر نعمل كذا وكذا وكذا وكذا. ومعروف كويس جدا ان الولايات المتحدة لا تملك قرارها من الناحية السياسية الخارجية، وهي تعد أداة زيها زي كافة دول أوروبا من أجل المصلحة الإسرائيلية أو دولة الكيان المحتل. ثانيا، الفيديو اللي حضرتك برضو عرضته بتاع كوندريزا رايس وهي في لجنة العلاقات الإسرائيلية، عفوا العلاقات الأمريكية الإسرائيلية أو العلاقات الأمريكية بمعنى أدق اليهودية الأيباك، برضو قالت الكلام ده وقالت نصا شرق أوسط جديد. هو الأول كان مصطلح شرق أوسط كبير. طب أحمد بيه، لمنظومة شرق أوسط جديد أو شرق أوسط لمن المصلحة؟ يعني المصلحة هتصب على مين في الآخر إن يحصل تقسيم للدول؟ هي البني الصهيون طبعا. لبني الصهيون طبعا، مفيش حد مين تاني. هم بني الصهيون؟ يعني هناك الماسونية، هناك الصهيونية، هناك كل دي أدوات. اليهودية. ما بص أقول لحضرتك على حاجة. اتفضل. لا، اليهودية هي ديانة زيها زي أي ديانة سماوية موجودة، زي المسيحية زي الإسلامية، زي ديانة زي أي ديانات، وهي تعتبر يعني من أواخر الثلاث ديانات السماوية الذي أنزل على البشر. فالمصلحة الوحيدة لهذا الكيان ألا وهو من هو الكيان؟ ما أنا بقول لحضرتك هو الكيان الصهيوني الإسرائيلي اليهودي. الكيان الصهيوني الإسرائيلي اليهودي. وبالمناسبة ما فيش أي كيان شاذ عن القاعدة إلا وهؤلاء سندوه.
طب يعني وصنعوه. مصلحة قطر ايه ومصلحة تركيا ايه أدوات. مصلحة ايران ايه؟ وهو يعني هي الابن اللدود لامريكا وممكن تكون بالعكس، ان تكون امريكا هي الابن اللدود لاسرائيل. بص هقول لحضرتك على حاجة، هي اولا اسرائيل ما هيش دولة اليهود، ولكن هي الغطاء الشرعي الذي من خلاله يتحدثون. اسرائيل تاني يا فندم، او دولة الكيان المحتل ليست دولة اليهود الحقيقية، يعني ولكن هي اسرائيل هي مش دولة اليهود الحقيقية. لا، دولة اليهود الحقيقية ومركز الثقل بتاع اليهود هي بريطانيا. بريطانيا. مم. ده مركز الثقل لليهود هي بريطانيا. انما اسرائيل او دولة الكيان المحتل ما هي الا غطاء شرعي بيدي شرعية لليهود ان هم يتكلموا في المحافل الدولية بصفة رسمية. اصل علشان دلوقتي مش هينفع مثلا حركة زي حركة الماسونية يدخلوا محفل دولي رسمي مثلا زي الامم المتحدة، زي مجلس الامن، زي يدخلوا. طب انت شايف يا احمد بيه ممكن يكون في صراعات بين الدول العظمى اللي هي بتبقى مهيمنة على الصهيونية اللي موجودة؟ لا، هي ما فيش من صراعات. خلال التقسيمات اللي بتتم على مستوى الوطن العربي؟ لا، هي ما فيش صراعات بين الدول العظمى، وما يقدروش ما ينفعش يكونوا بينهم صراعات. طب ليه بيحاولوا ان هم يروجوا ان هناك صراعات بين الدول العظمى وبعضها؟ لا، هم ما روجوش قبل كده ان في صراعات بين الدول العظمى وبعض. هم بيستخدموا آلات الإعلام بالنسبة لهم في لا، هم ما قالوش قبل كده. يعني مثلا عمرنا ما سمعنا ان بريطانيا وامريكا على اختلاف. عمرنا ما سمعنا مثلا ان امريكا وفرنسا على اختلاف، ما سمعناش قبل كده. لكن هناك تحذيرات لإيران عن المشروع النووي، وهناك تحذيرات من بريطانيا عن ده بس بعض الحبك دي للحبكه الدراميه بس مش اكتر. دي الحبكة الدرامية بس مش اكتر. مم. يعني بينوا للناس كأن الموضوع بجد. طب نرجع تاني للكيان اليهودي الصهيوني. اتفضل يا احمد. تمام. فزي ما قلت لحضرتك ان هذا الكيان جميع الدول دول بيخدموا عليه من والى، محياهم ومأكلهم ومشربهم لهذا الكيان، وما تقدرش دولة فيهم تخاف. واي دولة تفكر ان هي تاخد قرار او تفكر ان هي تنحاز عن الخط بيتم عقابها فورا. يعني مش، وبيكون عقاب غالبا غير واضح. يعني مثلا الحادثة بتاعت فرنسا الأخيرة، كام تفجير اللي حصلوا بتاع الاستاد وبتاع تمام. ده كان عقاب لفرنسا. الحادثة مثلا بتاعت بلجيكا اللي حصلت بتاعت محطة القطر وخلافه وكذا وكذا وكذا. وفي نفس الوقت برضو رسالة لبعض عقماء الفكر. بمعنى ايه؟ لما يعملوا حوادث في اوروبا عايزين يوصلوا ان اوروبا ملهاش علاقة بالارهاب وبيحصل فيها حوادث زي بقية الدول التانية. يعني بيروجوا ان زي ما بيحصل عندكم زي ما بيحصل عندكم بيحصل عندنا. احنا ملناش دعوه. وبريطانيا حصل فيها اكتر من خلال هذا الموضوع ان ممكن يكون يعني دي آلات بيستخدموها ان يكون ممكن احداث قادمه على الوطن العربي؟ بص يا فندم، اتفضل. في الستينات مثلا دور بريطانيا انتهى وسلمت الرايه للولايات المتحده. يعني كل حقبه زمنيه، وبمعنى ادق كل 100 سنه في دوله بتمسك زمام الامور. ولو حضرتك نظرت للتاريخ هتلاقي ده. مفيش مثلا دولة استمرت 200 سنة هي المنفردة. انما الدولة النهاردة اللي هي بتحرك كل ده من خلف الستار هي بريطانيا. وامريكا ما هي الا اداة بتنفذ اوامر. يعني انت حضرتك كده يعني بتقول لي ان بريطانيا هي الارهاب اللي متواجد على مستوى العالم. جميع مراكز الارهاب وجميع العصابات المسلحه وجميع العصابات الارهابيه ليها مقرات رسميه ومعلنه في بريطانيا. يعني ايه رسميه يا احمد بيه؟ مقر يعني مكتوب ايه عليه رسمي؟ مقر مكتوب عليه اليافطه يعني بتاعتهم. الميليشيات المسلحه الارهابيه لهم مقرات رسميه داخل بريطانيا. مصرح ان دول دول الاخوان ليهم مقر رسمي في بريطانيا. واكبر مركز في اوروبا للاخوان موجود في بريطانيا. اكبر مركز للاخوان في اوروبا موجود في بريطانيا. كلام خطير. ده حقيقه، ده مش كلام خطير، ده كلام حقيقي. طب ما يعني
ما دلائل حضرتك على ذلك؟ دلائل ايه؟ يعني ما دلائل حضرتك ان المراكز المسلحه او ميليشيات المسلحه الارهابيه ليها مقرات رسميه داخل بريطانيا؟ يا فندم ده اغلبيه التصريحات اللي بيطلعوها من خلال السي ان ان، هيئه الاذاعه البريطانيه بتاعت الحكومه. ايه دليل تاني اكثر من كده؟ احمد بيه، انت شايف موضوع تقسيم الوطن العربي ازاي؟ هو انا مش شايفه ازاي، لان موضوع خطير، موضوع يعني احنا عايزين اهالينا في كل على مستوى العالم كله يشوفوا ايه موضوع التقسيم والمؤامره الكارثيه اللي هم بيحاولوا ان هم يتلاعبوا بيها من زمن الى زمن قادم. يعني الموضوع مش سهل. والله بص اقول لحضرتك على حاجه، هو الموضوع مش انا شايفه ازاي، انا هنقل لحضرتك الموثق بالمستندات، مش اللي انا شايفه ازاي، مش بالمستندات. وجهه نظري، مش هنقل وجهه نظري بالمستندات. ايوه طبعا. اهالينا في كل محافظات مصر، اهالينا في كل مكان في الوطن العربي، معانا الاستاذ احمد فتحي هينقل لنا بالوثائق الرسميه ايه المؤامرات اللي موجوده في الوطن العربي وتقسيم الوطن العربي وتقسيم مصر بالاخص، لان هي التفاحه الحقيقيه على مستوى الوطن العربي كله، وهي الدوله الام ل يعني اهالينا في كل الوطن العربي. اتفضل يا احمد بيه. بص يا فندم، اتفضل. التقسيم الفعلي لمنطقة الشرق الأوسط زي ما قلت لحضرتك الحلقة اللي فاتت بدأت من سنة 1916 في اتفاقية سايكس بيكو ما بين فرنسا وبريطانيا، وكان هذا المشروع ما كانش اسمه سايكس بيكو، كان اسمه الهلال الخصيب. كويس؟ الهلال الخصيب. الخصيب. وتم تنفيذه فعليا سنة 1918 بعديه بسنتين، بعد توقيع الاتفاقية بسنتين. ثم صيغت المخططات من هذا التاريخ. اكبر مخطط او المخطط الفعلي اللي بيتم تنفيذه النهارده هو مخطط حدود الدم اللي تم صياغته سنة 1881 من خلال المستشرق اليهودي انجليزي المولد ومستشار وزير الدفاع الامريكي لشؤون الشرق الاوسط برنارد هنري لويس. ده عمل مخطط اسمه حدود الدم. وبالمناسبة جميع المراكز الاستراتيجية في أوروبا قدمت مخططات كتير جدا لتقسيم الشرق الأوسط، وما فيش ولا مركز استراتيجي في أوروبا من شرقها لغربها ومن جنوبها لشمالها ما قدمش مخطط لتقسيم الشرق الأوسط بلا استثناء. كويس؟ اتفضل يا فندم. وبالمناسبة الكلام ده اعلنوه في مؤتمرات، يعني مثلا كانت مؤسسة هيدسون للدراسات الاستراتيجية عملت مؤتمر في ايطاليا واعلنت الكلام ده، وعملت مخططين. كان في مخطط بتاع الاقليات ان هو يتم تقسيم الشرق الاوسط من خلال الاقليات في منطقة الشرق الاوسط، يعني مثلا في الشام من خلال الشيعة، من خلال الدروز، في مصر من خلال المسيحيين، من خلال المسلمين. اتفضل. ويغزوا مجموعات يتم تجنيدها ثم ينادوا بالاضطهاد ان احنا مضطهدين وعايزين دولة لوحدنا. ومتهيألي الكلام ده سمعناه من بعض الفصائل، وطبعا ما نقدرش ان احنا نحسبها او نعممها على الكل، ولكن هي فصائل لا تمثل الا انفسهم نادوا بالكلام ده وطلبوا الكلام ده وذكروا الكلام ده رسميا. كويس؟ يعني نرجع تاني. انت حضرتك عايز تخص اللي هم كانوا بيطالبوا بده هم اقباط المهجر، هو مش كل الاقليات، هو مش احنا في حلقه ماضيه كنا عرضنا بعض التسجيلات لاقباط المهجر. بص يا فندم، هي كلمه اقباط المهجر هي كلمه مطاطه شويه. اصل يعني ايه اقباط المهجر؟ نعم. اللي هم الاخوه المسيحيين اللي تم او طلبوا الهجره لاوروبا، ومش كلهم خونه، لا فيهم ناس اكاد اجزم ان هم اكثر مني وطنيا، وانا متاكد من ده، اكثر مني وطنيا واكثر من ناس كتير جدا وطنيا، ومفيش مزايده عليهم. ولكن فيهم مجموعات بالفعل هي خائنه واعترفوا بده، وبينادوا مرارا وتكرارا بتقسيم مصر بل وتقسيم الامه العربيه.
مرارا وتكرارا. ايه مصلحتهم يا احمد بيه في عمليه التقسيم؟ هل عشان عملوا هجره الى اوروبا، او يعني عاشوا معيشه اوروبا، ولا انت شايف الموضوع ازاي؟ لا، مش عاشوا معيشه اوروبا. هي الخيانه ملهاش علاقه بالمعيشه. مم. الخيانه ملهاش علاقه بالمعيشه. طب ما في ناس في مصر خونه واتثبت عليهم ده، وفصائل بالمئات، وقضايا كتير جدا جدا تم اثبات الخيانه فيها. مش يعني انت شايف حضرتك ان هناك الخيانه ملهاش علاقه بالمكان، امال ليه علاقه بايه؟ لها علاقه بالشخص نفسه، ازاي؟ بالحاله النفسيه، بالحاله المزاجيه، بالانتماء، حاجات كتير جدا. طب هل ده يعني حد بيحاول ان هو يسيطر على عقله، وبيحاول ان هو يروج له افكار غير الافكار اللي هو بيبقى عايش؟ ما هو مفيش حد يقدر يسيطر على عقلك الا اذا كان عندك استعداد. طب زمايلي في الاعداد يا جماعه والنبي استسمحكم معانا تقرير بسيط كده عايزين نعرضه لاهالينا في كل محافظات مصر وكل اهالينا في كل الوطن العربي، ونحاول نعرض لاحمد بيه التقرير بتاع الافكار. يلا نطلع نشوف التقرير ده ونرجع بسرعه معانا. כשאני אומרת לכם ירושלים, מה עובר לכם בראש? מה זה ירושלים? בית המקדש. כותל. מה כן. עוד? מי מאמין שבית המקדש ייבנה בשנים הקרובות? מה יש שם עכשיו על בית המקדש? אז מה יקרה עם המסגד? יישבר? אם מכן פגש בשנה האחרונה ילד ערבי? איפה פגשת ילד ערבי? ליד הכותל. ודיברת איתו? לא, הוא דחף אותי, אבל לא עלה. ומה קורה כשאתם רואים ילד ערבי? מה אתם מרגישים? עכשיו זעם. זעם? אתה לרצוח. ומה קורה כשאתם פוגשים ילד חילוני? מרחב עליו שגם אני חרדי. למה אתה מרחם עליו שהוא ילד חרדי? מה הוא מפסיד? הוא לא הולך בזמן חרדי. כשאתם חושבים על ירושלים בעוד 10 שנים, כולם חרדים? לא כולם חרדים, חלק חרדים. כולם יהודים, ויש גם ערבים שהם עובדים. תהיה משיח, הבנתי, כן, מה אתה אומר? שמחר כל הערבים ימותו, וחלק לא, מהם זה יהיו החוקים עבדים. תודה רבה. כשאני אומרת לכם ירושלים, מה עובר לכם בראש? מה זה ירושלים? בית המקדש. כותל. מה כן. עוד? מי מאמין שבית המקדש ייבנה בשנים הקרובות? מה יש שם עכשיו על בית המקדש? صناعة الكراهية تبدأ من تل أبيب. مدرسة تل أبيب بتحاول يعني تربي أولادها على صناعة الكراهية. أعزائي المشاهدين، للمرة الثانية برحب بيك أحمد بيه، وإحنا شفنا التقرير اللي إحنا كنا بنتكلم عليه قبل ما نطلع للتقرير. صناعة الكراهية للأفكار في مدرسة في تل أبيب بالأخص. وبشكر زمايلي في الإعداد، وبشكر كل فريق مراسلين مصر البلد اللي موجودين خارج البلاد وداخل البلاد على التقرير الحصري اللي احنا عرضناه لأهالينا في كل محافظات مصر. أحمد بيه، إيه رأيك في صناعة الكراهية والأفكار اللي احنا كنا بنتكلم عليها قبل التقرير؟ هو ده خير دليل على اللي انا بقوله، يعني ما اقدرش اقول غير كده. ده خير دليل على اللي انا بقوله. لما حضرتك تجيب اطفال وتفتح لهم مدارس زي ما احنا شفنا، ويقولوا نصا انت للطفل انت ايه رايك في العرب، يقول لهم لازم يكونوا عبيد عندنا، يقول لهم لازم نقتلهم، يقول لهم لازم نبيدهم. مستني ايه الطفل ده لما يكبر؟ ده بيفكرني بالظبط بالاطفال اللي كانت بتدربهم داعش. فاكر حضرتك؟ يعني لو حط الصورتين قصاد بعض نعم هتلاقيهم مجهين لعمله واحده. داعش برضو كانت بتجيب اطفال وتدربهم، والدوله الاسلاميه اطفال ويشيلوا السلاح. هو نفس الأفكار، هي فكرة واحدة. هي بيحاولوا إن هم يلقنوها للطفل، هي بس صناعة. بتختلف المسميات، هي اختلاف شكل، اختلاف شكلي. ايديولوجيه بس، انما الاثنين واجهين لعمله واحده. طب ايه الكراهيه؟ يعني ايه كميه الكراهيه؟ ما هم ما اللي موجودة يعرفوش في يعيشوا في سلام. تجار الدم.
طبعا ما انا قلت لحضرتك الحلقه اللي فاتت، اوسكار ليفي في كتابه الشهير بروتوكولية حكماء صهيون قال لك نحن اليهود لسنا الا سادة العالم ومفسدين وجلادي. مش قال كده؟ نعم. نحن اليهود لسنا الا سادة العالم ومروج الفتن فيه وجلادي. يعني عشان كده هم بيحاولوا ان هم يعلموا اولادهم ان العرب بالنسبه لهم عبيد. طبعا طبعا. وعلى فكرة بيسموا جميع الامم خلاف اليهود بالجويم، اللي هم خلاف اليهود يعني. وعندهم اعتقاد ديني ان جميع البشر ليهم عبيد. عشان كده احنا بنوصل لموضوع تقسيم مصر هو والوطن ده. العربي بالاخص. ما هو ده اللي احنا شفناه. اهالينا في كل محافظات مصر، اهالينا في كل الوطن العربي، خلي بالنا احنا شايفين. شوفوا الافكار الهدامه، شوفوا الكراهيه وصناعتها بتبقى منين؟ بتبدا من مدارس. واحنا قلنا الوطنيه عندنا تبدا من مدارس، حب البلد تبدا من مدارس، لان المدرسه هي على رق اساسي. شايفين ده انفراد لقناتنا مصر البلد، انفراد حصري. كراهيه، صناعه الكراهيه بتبدا منين؟ من جوه تل ابيب، من مدرسه جوه تل ابيب. طب ايه رايكم احمد بيه؟ تعالى نطلع نشوف تقسيم مصر، خريطه بتاع تقسيم مصر عشان تمام. نحاول نعلق عليها. اعزائي المشاهدين يلا نطلع نشوف خريطه تقسيم مصر عايز بس قبل وهنحاول احنا حضرتك. نعلق عليها. يعني هي معانا على الشاشه حضراتكم اهي. استاذ احمد، يعني انت شايف الخريطه على الشاشه قدام المشاهدين. يعني انت شايف الخريطه ازاي تقسيمها وماشيه ازاي، وصناعه الكراهيه اللي موجوده. وكنا اتكلمنا عن بريطانيا، وكنا اتكلمنا عن المؤامرات اللي جايه من كل الدول تمام. المحيطه باوروبا. كل الدول المحيطة باوروبا ازاي؟ يعني الدول المعاديه للوطن العربي. تمام. بص يا فندم، الخريطة ديت بتاعت مصر، وبتوضح ان يتم تقسيم مصر الى 3 دول. دولة اسلامية في شمال وجنوب سيناء باجوارهم، ودولة قبطية تحت مسمى الدولة القبطية، وتكون عاصمتها اسكندرية، وتكون حدودها زي ما احنا شايفين كده في الخريطة، نعم. من جنوب بني سويف حتى جنوب محافظة اسيوط، وبعد كده تمتد غربا تاخد معاها محافظة الفيوم، وبعد كده تمتد من خلال خط القاهرة اسكندرية الصحراوي من خلال مدينة وادي النطرون زمام محافظة البحيرة، ثم للمناطق الساحلية لمطروح، وبعد كده تدخل على دولة النوبة اللي هي الدولة الثالثة، وتكون عاصمتها محافظة أسوان، وتربط معاها الجزء الجنوبي المتبقي من الدولة القبطية إلى شمال السودان، وبالتالي يحصل لها عملية دمج وتداخل مع المنطقة الصحراوية أو تحديدا منطقة الصحراء الكبرى، وتدمج مع دولة البربر. ثم رابعا دولة الدلتا، وديت هتاخد شرق الدلتا بأكملها لحد القاهرة بأكملها، وتكون عاصمتها القاهرة تحت الهيمنة والنفوذ الإسرائيلية. نعم. كويس. وبالمناسبة لمصر برضو في بعض المخططات، منهم مخططات بتقسمها ل3 دول، ومنها مخططات بتقسمها ل4 دول، ولكن هذا المخطط الذي صاغه برنارد هنري لويس هو أصدقهم واللي بيتم تنفيذه على أرض الواقع فعليا. نعم. بعد كده مخطط تقسيم السودان، نعم. برضو أعاد صياغته برنارد هنري لويس، وبالفعل تم اعتماده زي ما احنا قلنا الحلقة اللي فاتت من قبل الكونجرس لما قدموا لبرجينسكي، وبرجينسكي اخده قدمه للكونجرس، والكونجرس فعلا اقر، وبعد كده اداه لجيمي كارتر، وجيمي كارتر وقع عليه اللي هي تقسيمه بالتصديق. السودان. الوطن العربي كله، الوطن اللي هو المخطط بتاع برنارد هنري لويس. مخطط السودان يتم تقسيمها ل4 دول برضو زيها زي مصر. دولة نوبية، ودولة إسلامية، ودولة مسيحية، ودولة دارفور. ايه اللي تم في تقسيم السودان؟ تم تقسيم يعني اعزائي المشاهدين الشمال. احنا شايفين الخريطه امامكم على الشاشه. يا احمد بيه، يعني انت بتقول النهارده ان الدوله المتبقيه من شمال افريقيا
هي دولة النوبة، دولة إسلامية، دولة مسيحية، دولة دارفور. تمام. الدولة النوبية ديت اللي هتكون متلاحمة مع دولة النوبة المصرية اللي احنا قلناها في مخطط تقسيم مصر. ودولة إسلامية دي هتكون في الشمال، شمال السودان، وهتكون عاصمتها مدينة الخرطوم، وحدودها تحديدا في الجزء الشمالي الشرقي من السودان اللي هي الدولة الإسلامية. ثم دولة مسيحية، ودي هتكون عايشة على الموارد الطبيعية، وهتكون الذراع الأيمن لإسرائيل أو لدولة الكيان المحتل مع الحدود الغربية لمصر. تمام. 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 ثم دولة دارفور، ودي هتكون دولة مستقلة زيها زي بقية الدول الثلاث الأخرى. تمام. ثم ما تبقى من شمال أفريقيا اللي حضرتك اتكلمت عليه دلوقتي، اتفضل. اللي هي المغرب والجزائر وتونس وليبيا وجزء من دولة موريتانيا. احمد بيه، انت شفت طبعا الثورات الملونه حوالين التقسيم، حوالين يعني هذا الدول اللي حضرتك دلوقتي بتحاول ان انت تعرض لاهالينا في كل الوطن العربي التقسيم تم ازاي على مستوى الدول دي. تمام. الدول المتبقية من شمال أفريقيا بعد مصر والسودان هتكون المغرب وتونس والجزائر وليبيا وجزء من دولة موريتانيا، وهيتم تقسيمهم كما هو آتي. الخمس دول دول اللي أنا قلتهم لحضرتك هيتم تقسيمهم كلهم لدولتين اتنين. دولة تمتد حدودها من دولة النوبة، دولة البربر دي هتتمد حدودها من دولة النوبة في مصر والسودان، ودولة البوليساريو اللي هم النهاردة موجودين بالفعل ما بين الجزائر وما بين المغرب، وقالوا احنا دولة مستقلة ملناش علاقة خالص. وعلى فكرة عملوا ثورة قبل كده سنة 73، ثورة 20 مايو سنة 73 اللي كان عاملها الوالي مصطفى السيد وخاطر أبوه عبد القادر طالب عمر وحمى سلامة ومحمد سالم ولد السالك ومحمد لمين البهيلي. ودي كائنة جنوب المغرب وغرب الجزائر وشمال موريتانيا والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، سموها كده الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وبالمناسبة إسرائيل اعترفت اعتراف ضمني بهذه الدولة. اعتراف ضمني بهذه الدولة هي طبعا وليس رسمي. ايد التلاعب، فلازم بتكمل هي منظومة المؤامرة والتأسيس. لا، والغريب كمان ان في حاجة تانية، الأمم المتحدة ما اعترفتش بالدولة دي، وفي نفس الوقت ما اعترفتش بسيادة المغرب عليها. يعني هي المنطقة ديت منطقة مغربية. يعني طب حاول تشرحها كده لأهالينا في كل الوطن العربي، يعني حتة ازاي ان هي ما اعترفتش بالسيادة المغربية. تمام. وما اعترفتش ان برضه نفس المنظومه اللي انت حضرتك بتحاول ان انت بص يا فندم، يعني تدي المجموعه اللي انا ذكرتهم لحضرتك عملوا جبهه اسمها الجبهه الشعبيه لتحرير الساقيه ووادي الذهب. كويس. الامم المتحده بتعترف بهذه الجبهه كجبهه مفاوضات مع المغرب، ولكن لا تعترف بها كدوله، وفي نفس الوقت لا تعترف بالمغرب انها ذات سياده على هذه المنطقه. يعني سياسه مسك العصايه من النص اللي دايما بيستخدموها في شتى القضايا، اللي هو يعني لا انا معاك ولا هريحك ولا هديك سياده ولا هعترف بيكي كدوله. طب احمد ليه؟ ايه السبب؟ نقطه. اتفضل. ليه السبب؟ لاستمرار النزاعات. الاستمرار؟ ما هي لو الامم المتحده اعترفت ان المغرب صاحبه سياده اتحلت المشكله. لو الامم المتحده اعترفت ان هذه الجبهه دوله اتحلت المشكله. فهي مش عايزه تحل المشكله عشان يفضل ما زال الصراعات موجوده ويفضل ما زال الامور ما فيش استقرار موجود. بالظبط كده. طب احمد بيه، احنا معانا كميه خرائط غير عاديه في البرنامج اليوم. زمايلي يا جماعه يحاولوا يعرضوا لنا خريطه عن في الخليج برضه. خريطه الخليج. الخليج يعني زمايلي في الاعداد مهمه جدا. الخليج كله
مخطط للتدمير بالكامل ومن ثم التقسيم. يعني مخطط؟ مثلا التدمير بالكامل. التدمير بالكامل على مستوى الخليج. ونوصل الكويت. لعمليه التقسيم اللي هم بيحاولوا يتلاعبوا فيها من سنين. الكويت. زمايلي في الاعداد يا جماعه يحاولوا يعني يعرضوا لي الخرائط، خريطه الخليج لو سمحتوا. الكويت، البحرين، سلطنة عمان، اليمن، الامارات، وقطر. حتى قطر على فكره داخله يعني اهالينا في كل محافظات مصر وكل الوطن العربي. زي ما انتم شايفين الخريطه امامكم، احمد بيه الخريطه زي ما انت شايف كده حضرتك، وانت تمام. حضرتك بتشرح لاهالينا في كل الوطن العربي. تمام. تدمير الخليج ومن ثم تقسيمه لثلاث دول. اول دوله دوله الاحساء الشيعيه، وديت هتضم الساحل الشرقي لشبه الجزيره العربيه بما فيها كل من الكويت، الامارات، قطر، عمان، البحرين. دولة نجد السنية اللي هي الدولة الثانية، وهتكون عاصمتها مدينة الرياض، وهتكون حدودها زي ما هقول لحضرتك كده بالظبط. الشمال العراق، الجنوب بحر العرب واجزاء من سلطنة عمان، الشرق دولة الاحساء الشيعية، الغرب دولة الحجاز اللي هي الدولة الثالثة. دولة الحجاز هتكون عاصمتها مدينة مكة المكرمة، وهتكون اشبه بالعاصمة الدينية للمسلمين اسوة بالفاتيكان. لا الحته دي تاني يا احمد بيه مهمه جدا. هتكون عاصمة دينية للمسلمين اسوة بالفاتيكان. مش في دولة الفاتيكان نعم اللي هي الدولة الدينية للإخوة المسيحيين، برضه هيكون في دولة إسلامية لينا كمسلمين. طب انت شايف الموضوع ازاي؟ او رؤيتك وانت باحث في الشؤون الارهابيه وتقسيم الوطن العربي، يعني انت بينفذ الكلام ده النهارده؟ بينفذ طبعا بينفذ. يعني انت شايف الموضوع دلوقتي الصراعات اللي بتحصل دي كلها من خلال الرؤى حوالين الملفات التدميريه على مستوى الوطن العربي، ان ما زال بيحاولوا ان هم ينفذوا في تقسيم الوطن العربي. الصراعات اللي موجوده النهارده دي كلها تنفيذ لهذا المخطط. الصراعات طبعا طبعا. اصل بص اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. اصل اي مخطط بينفذ ما بيجيش كده بشكل مباشر. ما فيش مخطط في الدنيا بيجي بشكل مباشر، لازم يجي بشكل ملتوي، على اساس ان العامه من الناس ما ياخدوش بالهم وما يلاحظوش. يعني بمناسبه هذا الكلام، كان في 2009 تقريبا بعد اوباما ما مسك الحكم في الولايات المتحده ب4 شهور، في مجموعه من داخل الشرق الاوسط واغلبهم مصريين بعتوا خطاب رسمي لاوباما بيطالبوه بالتدخل في الشرق الاوسط وتحديدا في مصر. لا تاني يا احمد بيه لو سمحت، اهالينا في كل المحافظات، اهالينا الاسر المصريه الطيبه الجميله، الشعب العظيم الاصيل. احنا بنحاول نوعي يا جماعه، بنحاول نوعي الاسر في كل مكان في مصر وكل مكان في الوطن العربي وكل مكان على مستوى العالم. اهالينا اللي يعني اسرنا، اخواتنا، يعني احنا بنحاول نعمل توعيه، نخلي بالنا، لان الكلام ده مهم جدا. بنعرضه لكم من برنامجكم احداث الساعه، بنحاول ان احنا نعرض الامور عشان يبقى انت عندك الرؤيه، عشان ما نخشش بقى في حته الازمات ونخش في حته الاسعار ونخش. عندنا اللي اقوى من ده، عندنا ان يعني البلد يا جماعه، البلد اهم. احمد بيه انت بتقول موضوع يعني لا يعني بتخلي الواحد يحاول ان هو ينصت لحضرتك عشان يبقى فيه رؤى حوالين البحث اللي انت بتحاول ان انت تدي توعيه عليه للمشاهد. هو يا ريت بس يكون انصات وفرصه ان انا اتكلم. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. يعني احنا بنحاول نخلي المشاهد يبقى عنده انتباه للكلام، لان الكلام مهم جدا ويعني مش سهل. تمام. بص يا فندم. اتفضل يا فندم. الخطاب ده بعد اوباما مسك الحكم ب9 شهور، عفوا ب4 شهور. خطاب رسمي وكلهم موقعين عليه. مين هم الموقعين عليه؟ عايزهم بالاسماء؟ طبعا يا فندم. هقول لحضرتك بالاسماء. اتفضل. او هقول لك مجموعه اسماء، هم كتير جدا. كانوا من اكتر من دوله وتحديدا جميع دول الشرق الاوسط، ولكن هقول لحضرتك مجموعه منهم. اتفضل يا فندم. طلبوا بالتدخل في الشرق الاوسط بحجه الحريه ونشر الديمقراطيه اللي كانت بتقول عليها كوندريزا رايس ايام جورج دبليو بوش.
الموقعين على الخطاب، وعلى فكره وقعوا بخط ايديهم يعني. كان سعد الدين ابراهيم طبعا يعني. سعد وانا اعلم إبراهيم. جيدا يعني ان حضرتك يعني في معزه خاصه قوي للدكتور سعد الدين ابراهيم ما بينك وبينه يعني. مين يا فندم؟ ده اللي انا اعرفه. طبعا اعزائي المشاهدين مفيش الكلام ده خالص. احمد بيه بيحاول ان هو يهرج، انا يعني ماليش اي اختلاط بسعد الدين ابراهيم. اتفضل يا احمد بيه. تمام. سعد الدين ابراهيم ده اللي هو بتاع عفواً. مركز ابن خلدون. مركز ابن خلدون للدراسات الانمائيه بالظبط. وعلى فكره سعد الدين ابراهيم اتهم قبل كده في قضيتين تجسس، عفوا قضيتين تخابر. نعم. اتهم قبل كده في قضيتين تخابر، من ضمنهم قضيه اخذ فيها 25 سنه ثم طلع منها. يعني مفيش معزه بيني وبينه، ولا انا ليس اتهمت في اي قضيه خطر. اتفضل. دكتور سعد الدين ابراهيم من ضمن الموقعين على الخطاب بخط ايديهم. شريف منصور الاخواني اللي هو مذيع في القنوات الاخوانيه وكان مذيع في الجزيره، وبالمناسبه هو مسؤول في ريديوم هاوس في شمال افريقيا. في ريديوم هاوس في شمال افريقيا. شريف منصور وهو ابن احمد منصور اللي هو زعيم القرآنيين في مصر. وبالمناسبه برضه اتفضل. احمد منصور كان واخد مقر ابن خلدون لنشر افكاره، وكان عامله مقر الدين بتاع القرآنيين اللي هم عايزين يلغوا السنه. اتفضل. كويس. دكتور طارق حجي بتاع وكالة ناسا. احمد صلاح مؤسس حركة 6 ابريل اللي حضرتك كنت قريت له قبل كده فيديو كارثي. تمام. واحمد صبحي منصور اللي هو ابو شريف منصور. دينا جرجس الاستاذة منى الطحاوي. العقيد او الضابط المفصول عمر عفيفي. الاستاذ رفيق رسمي يعني سمعان. عمر عفيفي ده قصه طبعا ده عايز له حلقات لوحده. موضوع كبير مش قليل يعني. طبعا. استاذ رفيق رسمي سمعان. استاذه داليا زياده اللي كانت في مركز ابن خلدون وحاليا عملت مركز تاني منفصله. وقالت الوطنيه ومش الوطنيه الاستاذه نريمان عبد القادر دي محاميه ومديره منظمه المراه المصريه للقانون وثقافه السلام. الاستاذ عبد المسيح الياس. ومن ليبيا بقى سليمان بوشكوير اللي هو تولى سفير استراليا، عفوا لا مش استراليا، تولى سفير سويسرا. كان سويسرا. اتفضل. تولى سفير سويسرا بعد الثوره الليبيه او الثوره الملونه اللي حصلت في ليبيا. مصطفى عبد الجليل ده مسؤول الاخوان في ليبيا. ومن العراق انيسه مهدي وقيس جواد العزازي واسامه التكريتي مسؤول الاخوان في العراق. ومن سوريا رضوان زياده ده برضو احد مسؤولي الاخوان في سوريا ويعتبر النهارده زعيمهم. ومن المغرب عبد السلام بالحج احد قاده الاخوان برضو في المغرب. وإرسو واسكو مدير مركز شالوم في الولايات المتحدة. شالوم مدير مركز شالوم وده يهودي. احمد بيه. ومن السعودية الكاتب محمد محفوظ. يعني قبل ما نختم الحلقة بيتجمعوا على ايه المجموعة اللي هي مش متواجدة في مكان واحد لكن متواجدة ومتفرقة على مستوى الانحاء؟ ايه المصلحة اللي بتجمعهم على التقسيم؟ بص يا فندم انا هختصرها لحضرتك في عجالة، في اقل من عجالة كمان. اتفضل يا فندم. كل دول عملوا اللي محدش يتخيله ومفيش واحد من شعب مصر ما شافوش. جميع الكوارث. اقول لحضرتك على حاجة تانية ادق. اتفضل. في احداث 25 يناير عمرك في حياتك شفت مؤسسة او وزارة بتولع بدون هؤلاء او احد فيهم بيكون موجود؟ لازم واحد منهم يكون موجود. لازم. مقرات امن الدولة كلهم كانوا فيها وكلنا شفناهم وفوق كل هاردات وبيدوروا على ادق المعلومات. طب ليه يا احمد بيه؟ فلوس. ما هي المعلومات بتساوي فلوس. وحضرتك انظر سياراتهم بعد الاحداث، انظر لمنازلهم بعد الاحداث، انظر لمستواهم المعيشي بعد الاحداث، انظر لكم القضايا اللي اتورطوا فيها، انظر لكم الاتهامات اللي اتوجهت ليهم، انظر النهارده هم فين. نورتني يا احمد بيه. الله يخليك. وبجد احنا كنا سعداء جدا جدا مع حضرتك من خلال البرنامج التوعوي لاهالينا في كل الوطن العربي، من خلال البحوث اللي حضرتك طبعا بتحاول ان انت تديها رؤيه الى مشاهدين برنامج احداث الساعه.
طبعا كنت ضيف عزيز على قلوبنا، ربنا يخليك يا ونتمنى لحضرتك ان يعني تكون معانا في حلقات اخرى. ان شاء الله. نورتني. الله يخليك يا فندم، شرف ليا يا أستاذ. اعزائي المشاهدين، يعني انتظرونا في الحلقه القادمه، حلقه قويه جدا 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 حوالين تاريخ الاخوان، تاريخ الاسود للاخوان بالمستندات الرسميه والوثائق. هتكون حلقه او حلقات، هتكون موضوع انفرادات وحصريات من خلال برنامجكم احداث الساعه. بقول لك يعني شرفتني ونورتني من الله يخليك خلال يا أستاذ هاني، استوديو شرف ليا. برنامج احداث الساعه. احمد بيه، شرف ليا. شكرا لكم، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.